رد فعل أشرف بن شرقي بعد انسحاب الأهلي من الدوري. اتخذ المغربي أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي موقفا جديدا ومثيرا بعد انسحاب النادي الأهلي من بطولة الدوري العام. ويبدو أن النجم المغربي لم يكن راضيا تماما عن قرار إيقاف بطولة الدوري، حيث حرص على الاستفسار من بعض قيادات الأهلي مثل محمد رمضان المدير الرياضي ونائبه محمد شوقي حول مصير الفترة المقبلة. كان بن شرقي يفضل استمرار المسابقة، خاصة أنه بدأ يستعيد مستواه ويقدم أداء قويا مع الفريق الأحمر. النجم المغربي لم يكتف بالسؤال عن مستقبل البطولة فقط، بل استغل الفرصة لممازحة زملائه في الأهلي، مشيرا إلى أنه كان حاضرا لواقعة مشابهة عندما كان لاعبا في الزمالك. وقال بن شرقي للاعبين: أنا حاسس إن وشي وحش عليكم، لما كنت مع الزمالك انسحبنا، ودلوقتي الأهلي برضه حصل معاه نفس السيناريو. هذا التصريح لم يكن سوى محاولة من بن شرقي للتخفيف من حدة الأجواء داخل الفريق، خاصة أن اللاعبين كانوا في حالة من الترقب والتوتر بعد قرار إيقاف الدوري. المغربي يدرك جيدا أهمية الحفاظ على الروح المعنوية داخل غرفة الملابس، ولذلك حاول تقديم نوع من الدعم النفسي بطريقة طريفة في ظل الغموض الذي يحيط بالمنافسات القادمة. من جهة أخرى، يبقى الأهلي في انتظار ما ستسفر عنه التطورات القادمة بشأن مصير الدوري، حيث تعمل الإدارة على تجهيز الفريق لأي سيناريو محتمل، سواء باستئناف البطولة أو التركيز على البطولات الأخرى، وأبرزها دوري أبطال إفريقيا. وفي كل الأحوال يبقى ابن شرقي أحد الأوراق الرابحة التي يعول عليها الأهلي في مشوار هذا الموسم. يستكمل مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه عصر اليوم السبت لمتابعة تطورات أزمة مباراة القمة الأخيرة، حيث يحرص المجلس على عقد جلسات مستمرة لمتابعة تطورات الأزمة وسبل الخروج منها، بعدما سبق وأعلن المجلس ظهر الثلاثاء الماضي أنه في حالة انعقاد مستمر لبحث تداعيات الأزمة. وشهدت الساعات الماضية اتصالات على أعلى مستوى بين رئيس النادي وشخصيات مسؤولة في الرياضة بهدف نزع فتيل الأزمة، وسيعرض رئيس النادي تفاصيل هذه الاتصالات والحلول المطروحة من أجل إنهاء الأزمة. ويترقب مجلس الأهلي إعلان رابطة الأندية خلال الساعات المقبلة قرارها بشأن أزمة مباراة القمة التي استحوذت على اهتمامات ملايين الجماهير في الشارع الكروي المصري، بعدما رفض الأهلي الذهاب لاستاد القاهرة لملاقاة الزمالك في القمة رقم 130 التي كان مقررا لها 9:30 مساء الثلاثاء الماضي في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز، والتي لم يحضرها الأهلي. فأطلق محمود باسيوني حكم اللقاء، صافرته معلنا نهاية اللقاء بعد مرور 20 دقيقة. وما زال مجلس الأهلي متمسكا بموقفه بعدم استكمال بطولة الدوري، بعدما أصر اتحاد الكرة على إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري. لكن مجلس الأهلي يترقب أيضا الاتصالات التي تتم معه، ربما تأتي أحدها ببعض الحلول التي تنزع فتيل الأزمة وتعيد الأهلي لمسابقة الدوري دون خسائر كبيرة للقلعة الحمراء. قرر مجلس الأهلي تحمل قيمة تذاكر جماهير الفريق في مباراة القمة، وتم تكليف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع شركة تذكرتي لتحديد طريقة إعادة قيمة هذه التذاكر لأصحابها بالشكل القانوني. مجلس الأهلي يجتمع عصر اليوم لمناقشة مفاوضات الخروج من أزمة مباراة القمة. يحيى عطية الله خارج الأهلي الموسم المقبل. كشف مصدر مسؤول من داخل النادي الأهلي عن قرار مجلس إدارة النادي بشأن تفعيل بند شراء عقد الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله من نادي سوتشي الروسي. وتعاقد فريق النادي الأهلي مع يحيى عطية الله على سبيل الإعارة لمدة عام بنية الشراء، حيث قدم يحيى عطية الله مستوى جيدا مع فريق الأهلي خلال المباريات التي لعبها في الدوري المصري وبطولة دوري أبطال إفريقيا. وأضاف المصدر أن سبب التراجع عن تفعيل بند شراء عقد يحيى عطية الله من النادي الروسي يعود إلى اقتراب عودة كريم فؤاد من الإصابة، والذي يشغل مركز الظهير الأيسر، بالإضافة إلى تألق كريم الدبيس في نفس المركز، وعودة علي معلول من الإصابة والاعتماد عليه في المباريات المقبلة مع فريق الأهلي. وتغيب يحيى عطية الله منذ 7 يناير الماضي بسبب الإصابة في الوجه أثناء مشاركته في مباراة الأهلي أمام سموحة في مسابقة الدوري المصري، حيث تعرض للإصابة بكسر في عظمة الوجه، وخضع بعدها لعملية جراحية، مما أدى إلى استبعاده لأكثر من 60 يوما. ومن المتوقع أن يعود إلى التدريبات الجماعية مع الفريق خلال الأيام المقبلة مرتديا قناع الوجه.